بزاف بزاف. Ouais, سي جولي. c'est joli. بلاصة شابة. Ouais. ايش Ah يقول؟ oui, خليك يلعبون بلاي رياض محرز. Ouais, رياض محرز. رياض محرز. السلام عليكم اصدقائي واهلا وسهلا بكم اليوم فيديو جديد، بس نغيرها نقول وين الحومة. اهلا وسهلا بكم اليوم فيديو جديد الحومة. هاي الجزيرة ما فيها طريق سيارات، لهيك راح نصف السيارة بأول المدينة ونكمل بالقوارب. اخذنا اكسبريسو طبعا من مكان من عام 1919، قهوة لذيذة. اليوم احنا بفينيسيا البندقية بالعربي. مدينة البندقية، والمعروفة أيضا بالمدينة العائمة، واحدة من أهم المدن الإيطالية ومن أكثر المدن جمالا في إيطاليا والعالم. فينيسيا مؤلفة من عدة جزر، 116 جزيرة أكثر أقل تقريبا. نحن حجزنا رحلة إلى أشهر جزيرتين اللي هي مورانو وبورانو. مورانو مشهورة بصناعة الزجاج وجزيرة جميلة، وبورانو مشهورة ببيوتها الملونة. ماركوس تعال حق السفينة، ضيعنا السفينة نموت، إن شاء الله ما يروح علينا الدور. وصلنا الجروب، لحقناهم. نحن الآن بجزيرة مورانو، هاي أحد أشهر الجزر هنا بهاي المنطقة، مورانو وبورانو، هاي المناطق اللي راح نروح عليها. وهسه نحن بمورانو. مورانو مشهورة بصناعة الزجاج. Ecco qua, bravo maestro! من وين ما تمشي تلقى محلات بيع للزجاج. طبعا أسعار الزجاج جدا جدا غالي، يعني القطعة ممكن توصل لل 12,000 يورو. 1 2 3 4 كله محلات بيع زجاج فقط. الشرطة هون شرطة بحرية تحسها، مش شرطة عادية. مرتي دايما نضيعها دايما. خلصنا من جزيرة مورانو ورايحين لجزيرة بورانو. عجبتك جزيرة مورانو؟ بزاف شابة. وصلنا جزيرة بورانو، جزيرة الألوان. مثل ما انتم شايفين البيوت البواب مفتوحة، في برادي، شوف الناس ساكنة فاتحة البرادي. هون البيوت وهون سياراتهم عبارة عن قوارب، ما في هون سيارات، قوارب. تصف سيارتك هون وتنزل على بيتك. شايفين هاي العادة موجودة عندنا بسوريا وكمان بالجزائر، وهاي انا قام اشوفها بايطاليا، انه يحطون بقايا الزجاج على الحياة مشان ما يجي الحرامي وينط. شايفة هون الابواب كلها برادي، على كل باب تلاقين برداية والباب مفتوح. بالجزائر تقولوا له ريدو. هاي لانه الناس تعرف بعضها، ما تفتح الباب وتخلي الريدو موجود عادي. تعرفين ايش قد سكان المدينة؟ 2700 ساكن بس. البقية كلهم سياح، وشوي شوي قاموا ينقصون. مع الوقت راح تصير مدينة سياحية فقط. بالنسبة للسكان الهون، إذا حاب مثلا يغير لون البيت، إيش بده يعمل؟ يقدر يغير لون البيت؟ لا، مش مسموح له يغير لون البيت إذا ما قدم طلب رسمي للدولة قانونيا. يعني أنا اليوم بدي أغير بيتي بس مش مسموح لك غير اللون. تعال علينا، قدم أسباب، اوكي نغير لك اللون اذا وافق المكان. يا ترى بالجزائر موجود هيك مناظر عندكم؟ هيك بيوت؟ طبعا كاين. وهيك نفس المناظر باي مناطق؟ ونفس البناء كاين في عندنا في البلاد، في بجاية، تيزي، بلايص القديم العريقة. كاين مناطق ما انها سكانية، تلاقيها رايبة مهدمة، ما هيش بس حلوة.
في تيزي منطقة كثير جميلة هيك. نفس المنظر، الأرضية والهيك والقرميد كمان. قرمود نفس الشيء. قرمود تقولوا له. هي قرمود. طب ليش مش مشهورة؟ أنا هاي الشغلة اللي ما قام أفهمها. ما عندناش تورستيك، ما عندناش التوريزم ودي، ما عندناش التوريزم. يا شو يعني، تخيل إنه في مناظر هيك موجودة ببلاد ومظلومة. والله ما نحقرهاش، نبغيها. شوفوا هنا يطبخوا على غاز الميثانو، غاز الميثان تبع المناطيد، يطبخون عليه ويتدفون عليه كمان. لو كانت المدينة بس لون أزرق كان صارت تشبه تونس، مدينة بتونس اللي يعرفها. وداعا الجزيرة، وداعا الجزيرة. مو ملاحظة انه بكل مكان يبيعون أقنعة؟ كل مكان كل محل يبيعون أقنعة. ليش؟ لأنه هون كل سنة يقام احتفال الكرنفال، ويجي 2 مليون شخص على هاي المنطقة زائر بس عشان يزور هذا الاحتفال والكرنفال مقنعين، فتلاقيهم يبيعون هاي الأقنعة بشكل كبير. السلام عليكم. بونجورنو. طبعا هذا مشهور وجينا ناكل عنده ونجرب الباستا تبعه، باستا تو جو. احنا طلبنا كالابريزا ومع موتزاريلا وفارميجانو. كان ميك فيديو. Calabrese, thank you. Calabrese mozzarella and hi from Darmaro's best pasta in the world. Thank you. Hi. مثل ما انتم شايفين صايرة هيك مع موتزاريلا فورميجانو، صايرة جبنة مع كالابريزا، وتعرفوا باستا لذيذة وفيها أنواع من الزيوت الإيطالية وزيت الزيتون، جدا جميلة. بشكل عام فينيسيا مثل الطعام، لكن هذا المكان الوحيد اللي أنصح فيه كوتو باستا، كويس وطيب، لكن الأماكن الباقية أكل جدا عالي. اوكي راح نركب هون مع الزلمة هون، نركب. اوكي. كل هذا المكان ما في. كيف ما في؟ ما نحن فيه. أنا صغيرة ما نعرفش، قلت ما كانش منها. وهذا كاين بينها وجبتك هنا. شوف إيه؟ كنت أقول أنا أفكر هذا باب مش طاقة، وياه يحلوا ثقة يطلعوا على الماء، ما يصير. بعدين حتى وليت نشوف تصاور الفيديو اللي هذه في إيطاليا واسمها البندقية. هاي جبتك منطقة أحلام. ودي أجيها وجيتها. واحد طيح بليخته شو حاطه وعم يبكي الطفل، ووقفنا عشان نجيب له إياها. لا تنقلب على المي. أوي يا سيقل. والله جابها. جود. إيه كنت بدي هابن. We want bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mattina stream WhatsApp. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E stamattina su WhatsApp e ho trovato il bacio. La montagna. عجبك الحال؟ Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E sul cuscino ho lasciato una sposa, ma maledice attenta vicina. Sotto ogni rosa c'è sempre una spina. Zidane, Zidane, the player, football. ايش وي خليه يلعبون الماتش. رياض محرز. رياض محرز. رياض محرز. سي جولي. سي جولي. شابة رومانسية كثير. مع الزلمة اللي يحكي فرنسي. يغني لها ايطالي. يغني لنا ايطالي. شي على الكيف. تمام؟ وكل واحد متزوج. انصحك تجيب مرتك لي هون
انا راح تنبسط جدا. مكان جميل ورومانسي. شوف تعرفين هذا الجسر ايش اسمه؟ هذا الفوق اللي واصل بين البنايتين اسمه جسر التنهيدات. ليش اسمه جسر التنهيدات؟ عشان هاي كانت المحكمة وهنا كان السجن. محكمة سجن، فهمت علي؟ فديركت من المحكمة يتحاكمون الحكام ويروحون على السجن ديركت من هذا الجسر، فسموه جسر التنهيدات عشان سمع فيه كثير تنهيدات للسجناء. ساعتين بساحة سان ماركو جنب البازيليكا، بناء مشهور. شوفوا طريقة بنائه، مرصع بالذهب، جاي كأنه بناء علي بابا أو علاء الدين، وكأنه جديد مبني على قد مو مرصع بالذهب. جميل جدا. طبعا هنا ساحة سان ماركو، وهنا هذا البازيليكا، وهاي كل اللي حوالي سان ماركو اسمه بكل بساطة بيازا سان ماركو. تصميم البناء لبيازا تحسه تصميم عربي. شوفوا حتى البازيليكا شوفوا شلون كأنه عربي، ما عدا الكنيسة هنا هاي برج الكنيسة سان ماركو. قادر تحكي وانت هيك مغبط ايدك، ما تسوي هيك على وجهك. وش راح لك؟ مشاريطها حلو. انا احب هيك نحرك يدي هيك، نحب نحرك. زعجتكم ايدي وانا نحركها هيك؟ نحب، ما نقدرش نحركها هيك. وش راح لك؟ راح لي. راح انا نحركها هيك ما بغيت. والله ما روحي ما تصمتيش الحالة. روحي. لا زايد على راسك انا. زايد على راسك كل شويه تجي ما تديرش هيك تدير هيك. ندير واش بغيت. لا. ايوه انا رافض العقليه الجزائريه، اقولها لك من الاخر. وهاي القوارب اللي شايفينها هون لونها كلها اسود. القوارب الرومانسيه هاي تجي باللون الاسود فقط، وممنوع يغيرون لونها. جدا جميله. انت بنت بلد 1.5 مليون شهيد، صح؟ اوكي، الله يرحم الشهداء. هاي فينيسيا تعرفين ايش لقبها؟ بلد 1,000,000 قارب، لانها كلها قوارب. طبعا انتم شهداء هم قوارب، لا طبعا اكيد ما في مقارنة، لكن انا احاول اقرب لك الموضوع هيك عشان هيك نزيد فيها تحمسين. وطبعا هون المواصلات والسيارات وكل التنقل الداخلي هي مش سيارات، هي عبارة عن قوارب. يعني التاكسي قارب، سيارتك الشخصية قارب، حتى الباص والقطار قوارب. شوف الزبالة كيف ينزلونها عن طريق الحبل. حتى الزبالة ياخذونها بالقوارب. هون كمان مشهورين بالجسور. شوفوا كم جسر، جسرين 3 4 5 6، يعني عندهم تقريبا أكثر من 500 جسر. شفتها على جوجل. جو نار حار كثير. فتنا على السوبر ماركت وعلى اساس نلعبها يعني هيك، على اساس نتسوق وهيك، بس عشان نبرد جنب البراد هذا. اوكي تعالوا نتسوق سوا. شوفوا الاجبان الايطاليه، اللي بده جبنه يخبرني ما راح تجيب له. هسه نحن بمدينه عائمه على البحر بوسط البحر، فتخيلوا سبحان الله طالع منها بير. هذا بير، هذا المي، بير عذب، مي عذب بنص البحر. سبحان الله، هاي الابيار اللي يطلعونها مي عذبه من وسط البحر سبحان الله. كل مدينه فيها الجانب السيء والجانب الجيد، بس الجانب السيء من فينيسيا انه رطوبه كثير عاليه. الاطفال ما خرج يجون هون لانه تعذيب لهم. يعني انا وين ما تمشي تسمع صوت صريخ اطفال ذبحهم الحر، اطفال ذبحتهم الرطوبه. حرام، لا تجيبون اطفالكم. وذوي الهمم بهاي المناطق بسبب الجسور والقوارب وكثير صعبه عليهم. بعدين ما اعرف اذا هذا جانب سيء ولا جيد، ولكن هون الاكل عادي، مش هالاكل الايطالي الاصيل. فينيسيا عدد السكان تبعها عم يقل، يعني محتمل سنوات القادمه في المستقبل تصير مدينه الاشباح، يعني ما فيها سكان، يعني فقط للسياح. لهون يكون خلص الفيديو. اتمنى يكون عجبكم. فينيسيا بالليل مملة مش حلوة، وتابعوا الفيديوهات الجاية لانه راح ننزل فيديوهات عن ميلانو
من فيديوهات بمدن إيطالية أخرى. تابعوا الفيديوهات ومنها فيديو الأكل الإيطالي. أوكي، نشوفكم فيديو جديد ويلا سلام.